بما ان صوت الكابتن بقى وحشكم، فانا حبيت ارجع لكم مره تانية. مساءكم خير، بس مش خير قوي بسبب خروج منتخبنا المصري. كنت فين يا عم كابتن بهاء واختفيت كده ليه؟ والله كنت منهك بدنيا شويه، واديتها لفه في القنوات اللي جنبنا، عديت على قناه الاسطى عبده حبيبي وقلت امسي، وبالمره قلت اعدي على كاتو، بس في الاخر رجعت للقناه بتاعتي بيتي وجوزي، ما انا مهما لفيت مسيري راجع لها. المهم ما نطولش عشان نخش نجاوب على سؤال حلقه النهارده اللي هيفتح اجابات كتيره جدا: امتى هناخد التامنه؟ أثر البطولة الأخيرة مع فيتوريا والشكل المغزي اللي ظهرنا بيه قتل الشغف اللي أصلا كان مقتول بسبب السنغال، وبقيت متوقع إن في ضربة جاية هتيجي من كوت ديفوار، من بنين، المهم إنها كده جاية، وده خلق حالة غضب عامة على المنتخب وحسام حسن. كمان اللي فضل يزود الطينة بلة شكل منتخب أسامة نبيه مواليد 2005 اللي اتكلمنا عنه قبل كده، ومن بعده شكل منتخب حلمي طولان اللي هو منتخب مصر الثاني. فالناس بقت مشحونة وبتقول له حسام حسن طب ما أنت هتفشل زيك زيهم. كمان الانتقادات كانت بتيجي من لعيبة في الجيل الذهبي زي أحمد حسن. في وسط كل ده ظهر صوت مختلف ضد التيار بيقول لا احنا لازم ندعم حسام حسن، وناس تاني تقول لك شكلنا هنعمل زي ايطاليا في 2006 لما كله راهن على فشلها لكنها نجحت وخدت كاس العالم. وما بين ده وما بين ده الضغط زاد والحمل تقل على حسام حسن، وده برضه في الاول وفي الاخر بني ادم يا جدعان، فطلع منه التصريحات دي. لا انا سكت كتير، يعني انا سكت كتير. هيجي بقى يطلع لي واحد يقول لي حسام حسن تصريحاته، لا انا بقول لك واللي فرق مع احنا وصلنا كاس عالم وصلنا نهائي كاس اللي زعلان يخليه يستخبى كده شويه لحد ما نقضي المهمه بتاعتنا. بعد التصريحات دي غضب الجمهور زاد اكتر بكتير. الدور الاعلامي يا جماعه مهم جدا، انت بتصريح تقدر تولع الدنيا وبتصريح تقدر تلم شملها. مثلا في افريقيا 2024 وليد الركراكي طلع بتصريح المغرب لا تمثل الا نفسها وملهاش دعوه بالعرب. الكلام ده قلب الدنيا عليه وقتها. نفس الفكره حصلت مع حسام حسن بس بسياق مختلف. تصريحات حسام حسن باين جدا انها طالعه نتيجه ضغط، ومن تعبيرات وش الراجل تحسه شايل هموم جبلين، عايز يقول للجمهور طب انا هلاقيها منكم ولا من اللعيبه ولا من اتحاد الكوره، ارحموني شويه. حسام حسن لو ما كانش ترند فهو بقى ترند بسبب التصريحات دي، بس كده معروف من زمان ان حسام حسن شخص صدامي وبتاع مشاكل، عشان كده كله قبل البطوله كان متوقع فشله. وده ياخدنا للجزء الثاني من حلقه النهارده. الموضوع لما نمسكه من جذوره هنعرف ان المشكله في حسام شخصيا. حسام حسن كلاعب مفيش اي اختلاف عليه انه كان واحد من اساطير الكره المصريه، لكن انا جاي اتكلم عن حسام كمدرب. حسام حسن بدا مسيرته التدريبيه سنه 2008، وطبعا كلنا عارفين مفيش حسام من غير ابراهيم الحيكي والميكي. حسام وابراهيم هم ثنائيه الاندفاع والحماس اللي بتؤدي للمشاكل، وكمان ظهر لهم توأم ثالث وهو طارق سليمان. لا مش طارق ايده ورجل بتاعنا، لكن طارق سليمان ده راجل مدرب مساعد مع حسام حسن من 2009 من ايام الزمالك. حسام متمسك بالراجل ده وعمره ما غير قناعته بيه. المهم خناقات حسام وابراهيم دي من قبل اصلا ما يبقوا مدربين، من ايام ما كانوا لعيبه، زي لقطه ابراهيم الشهيره لما عمل حركه بصباعه لجمهور المغرب، وزي الصوره اللي رجعت ترند الفتره دي وهي صوره الرشاش. كمان حسام حسن كلاعب ليه كوارث كتيره جدا برضه، ابرزهم لما ضرب حكم الرايه في ماتش مصر ونيجيريا وتوقف سنه كامله واتحرم من اللعب مع الاهلي ومنتخب مصر. كمان ليه واقعه مختلفه لما ضرب لاعب المصري ناصر التليز بالبوكس والحكم طردهم هما الاثنين، وتم وقف حسام حسن سنه كامله للمره الثانيه. مشكله ثانيه برضه لما شتم زميله حماده صدقي واعتدى عليه لفظيا، ولما كبر التوأم في السن واعتزلوا وبقوا مدربين كان المفروض يهدوا شويه. لا الولد لازم يهدى. الولد اهو شوفوا حضراتكم الولد يعني مش معركه هي. لكن الحماسه والخناقات بقت بتزيد اكتر واكتر. يعني في بدايه حسام كمدرب مع المصري في 2008 حاول يعتدي على الحكم وتوقف ماتشين وتوقع عليه غرامه ماليه. تخيل معايا دي اول القصيده. وفي نفس السنه حسام حسن عمل مشكله مع مختار الراجل السمح الطيب ده بتاع ميم عامر يهنئ مختار رايح تتخانق معاه؟ طب ليه؟ وبعدها راح ضرب إيريك بيكوي مهاجم بتروجيت وقتها، وزود كمان مشكلته مع مانويل جوزيه في ماتش القمه في 2011 لما اتخانقوا مع بعض. مشكله تاني مع باهر المحمدي لما اعتدى عليه بالسب والشتيمه. كمان مشكلته الاشهر مع كابتن حلمي طولان. الله ده الحوار طلع من بدري. لما كان هو مدرب المصري وانا كنت مدرب سموحه، قبل ما اقعد على الدكه احنا جبنا جول، فانا واقف على الخط بوجه لاعبتي، لقيت الاخ جاي يا ابن كذا ويا ابن كذا ويا ابن كذا ويا ابن كذا، بدون اي اسباب خالص. وبقى اللي غطى كمان يا صبري ان بعد الماتش جم عشان يضربونا. زود مشكله تانية مع قنش لاعب المصري اللي طلع في بودكاست وقال حسام حسن كان بيشتمني بامي، لدرجه ان المعلق محمد عفيفي قال لك الماتش بتاع حسام حسن لو ما حصلش فيه مشكله تحس ان في حاجه غلط، تحس كده ان في فقره كانت غايبه عن الماتش كده. خلاص حسينا ان ابراهيم وحسام موجودين، ادي حسام حسن وابراهيم حسن. اي حاجه بتزيد عن حدها يا جماعه ما بتبقاش مقبوله. وبعد ما زهق من كتر ما بيتخانق مع اللعيبه دخل على الجمهور وعمل اللقطه الغير مفهومه لما رفع تيشيرت احمر في وش جمهور الزمالك. فده بيخلي حسام حسن وهو مش مدرك مربي عداوات مع ناس كتير. وطبعا كلنا عارفين الفيديو الشهير لما كان بيجري ورا المصور، ولما زهق اكتر دخل في خناقات كمان مع ادارات الانديه. كان ليه خناقه مع رئيس الاتحاد السكندري محمود مشالي في 2015 بسبب انه ما خدش المستحقات بتاعته، لدرجه ان السيد محمود طلع قال حسام حسن عامل زي بيتخانق معايا 3 مرات قبل الاكل وبعده. شايف كل المشاكل دي حسام كمدرب ما حققش ولا بطوله.
البطوله. ولما نتعمق اكتر مع حسام حسن ونسافر معاه في رحلته في الاردن هنلاقيه عمل كوارث اكبر. الاردن جابت حسام حسن على امل انها ترجع امجاد محمود الجوهري، لكن حسام حسن للاسف فشل مع الاردن انه يروح كاس العالم. المشكله مش في الفشل هنا، لان الاردن وقتها كانت لسه بتبني منتخبها. امال المشكله يا كابتن بهاء؟ المشكله انه خسر من الاوروجواي في ماتش التصفيات 5-0. كل ده ممكن يعدي عادي، مدرب معاه منتخب متوسط بمعايير 2013 طبيعي يخسر. اللي ما عداش بقى لدرجه ان نواب مجلس الشعب في الاردن اتكلموا عنه هو تعامل حسام حسن مع اللعيبه. النائب طارق خوري قال ده مدرب سريع الغضب ولا يجيد التعامل مع النجوم، وده بسبب ان العميد عمل مشاكل مع لعيبه هناك زي اللاعب عامر شفيع اللي طلع انتقده علنا في الاعلام وقال ان سبب فشلنا الرئيسي هو حسام حسن لانه خلق جو وحش في المعسكر بسبب مشاكله معانا وكان بيشتمنا في كل تمرينه. واكد كلام شفيع برضو 2 لعيبه تانيين وهم الحسن عبد الفتاح وعامر الزين، وده خلى الصحافه تعمل عنوان كبير تقول ان العميد ممنوع من الرجوع للاردن مره تانية. المهم كده حسام حسن 16 سنه تدريب حقق فيهم 66 مشكله، وبالرغم من كل اللي انت سمعته ده في 2024 حسام حسن مسك تدريب منتخب مصر. حسام حسن من اول ما تولى منتخب مصر عمل نفس المشاكل ودخل في صدامات مع اللعيبه، ابرزهم امام عاشور وحجازي. لما طلع امام وقال التصريح الشهير بتاع اصل انا من نيجيريا عشان كده حسام حسن ما بياخدنيش، بعدها ازمه حجازي والمشاده اللي حصلت بينه وبين حسام، مشكله ادت لاستبعاد حجازي بشكل كامل. تحس ان حسام حسن مش مدرك انه مدرب لمنتخب مصر، لسه فاكر نفسه بيدرب فرق وسط في جدول الدوري. الدنيا فضلت بنفس المشاكل دي لحد قبل ما البطوله تبدا. حسام حسن بدا يتغير. حسام حسن تحسه كده قاعد مع نفسه وانب ضميره. عارف انت القعده اللي بتقعدها مع نفسك دي بعد 12 وتقول بس انا ما كانش ينفع اقول كده؟ اهو ده اللي عمله حسام حسن، وحاول انه يغير من شخصه واسلوبه وطريقته في التصريحات. كمان تعامله مع اللعيبه ومحاوله احتواء اجواء المعسكر ولم شمله كانت محسوبه من العميد. بص كده الفرق، الولاد الصغيرين والستات اللي هي حتى بتحب الكوره وما بتعرفش بتدعي بس. والمنتخب المصري بالنسبه للشعب المصري هو فخر وعزه في مصر. المحلات والكافيهات والبيوت، وقلت اللعيبه انتوا ليكم اهالي واولاد وابنك وبنتك وابوك ومراتك، كل همي ان الشعب المصري يفرح. العميد بقى هادي، كلام موزون، مفيش جمل مبتذله. الكلام هنا المره دي ياثر فيك، تحسه طالع من القلب بجد. حسام حسن لسه بيتنرفز وبيتعصب ويعمل الحركات بتاعته على الخط، بس ده ضروري عشان ده اللي هيرجع الروح للعيبه مره تانية وهيرجع يشحن الناس من تاني، لكن المره دي يشحنهم مع المنتخب مش ضده. الفشل المستمر للكرة المصرية على جميع جوانب بيخلي أصابع الاتهامات رايحة ناحية اتحاد الكورة. فنبص نلاقي بيان من اتحاد الكورة نازل على هيئة بوست بيقول في مشروع هيتعمل وهيتم حصاد نجاح المشروع سنة 2038. ناس كتير اتريقت وقالت احنا على ما نوصل 2038 هنكون اتحللنا، ده الكابتن بهاء يكون شاف أحفاده وخلف عيال صغيرة لابسة بدل زيه كده. الكلام ده يا جدعان مش منطقي، لأن مشروع بلجيكا خد حوالي 14 سنة عشان يتم حصاد نجاحه. المنطقي بقى هو مين مدير المشروع ده؟ محدش قال. هو مين هينفذ المشروع ويشرف عليه؟ محدش قال. هو مين هيمول المشروع؟ محدش قال. طب المشروع ده شامل ايه؟ مشروع كرة قدم بس زي بلجيكا ولا خطة تطوير شاملة زي المغرب؟ برضه محدش قال. ولو في مشروع فعلا هجيب حد عنده سي في قوي زي محمود فايز ولا هجيب ميدو صاحب أكاديمية ذا فويس كيدز ولا هجيب شيتوس؟ برضه محدش قال. المشروع ملوش ملامح واضحة، تحسه مشروع كومباوند سكني. ومن كتر الأسئلة اللي محدش جاوب عليها واضح جدا ان الكلام ده مجرد كلام في الهوا عشان يمتصوا غضب الناس، بس الحقيقة ده ما حصلش، لأن الناس وعيها زاد عن الأول. زاد بسبب انهم زهقوا من الوعود الكذابة. هنا بوريدة أول ما تعين قال انا هجيب ارسن فينجر عشان يعمل خطه تطوير للكره المصريه. الكلام ده بتاريخ 7 فبراير 2025. احنا دلوقتي في يناير 2026 وارسن فينجر ما دخلش مصر مره تانية. وفي وسط كل ده صديق ليا سالني سؤال انا ما عرفتش اجاوب عليه، قال لي هو ليه اتحاد الكره المصري قافل الكومنتات عنده على فيسبوك؟ يا ريت تجاوبوه انتوا في الكومنتات. مهمه حسام حسن صعبه زي اي مدرب بيجي يمسك منتخب مصر. فطولة فشل بقى لها سنين بتجيب مدرب يشيلها لوحده والناس تطلع غضبها عليه، لكن يحسب لحسام حسن انه حاول يرمي ده ورا ظهره. الراجل قاعد مع نفسه وبدا يجيب محلل اداء يعتمد عليه. طب ما هو ده طبيعي يا كابتن بقى وبيحصل في الكره الحديثه. اديك قلت الكره الحديثه، الكره دي بقى مش عندنا. يعني محسن صالح عضو في اللجنه الفنيه لاتحاد الكوره طلع وقال انا مش معترف بحاجه اسمها محلل اداء. تصريح طالع من شخص لسه بيستخدم ويندوز اكس بي وبيفتح برنامج الرسام بدل الفوتوشوب. فمحاوله حسام حسن اللي مصمم على المساعد بتاعه من 2009 انه يواكب دي حاجه تتحسب له، لان احنا بقينا للاسف ولا مؤاخذه يعني في المؤخره. كمان الراجل بدا يشتغل على رخصته ويطورها، وان تاتي متاخرا خيرا لك والشغل ده. كمان حماسته الزياده عرف يوظفها صح وما خلقش عداوات ولا خناقات بسبب حماسته، لكن نقل الحماسه دي للعيبه. اللعيبه دي لو بتدي 70% من طاقتها بقت تدي 200 منها بسبب الروح. قبل ما اخش معاك في البطوله واجواءها هنمسك قائمه المنتخب. القائمه ما كانش عليها جدال كتير زي فتره كيروش مثلا، لكن استبعاد لعيبه زي احمد حجازي او قطه ما كانش له داعي. على الاقل ودي قطه مكان صلاح محسن. ممكن تقول حجازي كبر في السن، لكن هو ده متوسط اعمار المنتخب عادي جدا. حتى لو هتركنه دكه هو هيقبل ده زي ما مصطفى محمد قبله. ودور حجازي مهم اكتر كقائد من الفنيات، لانك افتقدت دور
دور القائد، وده لسه هنحكيه قدام عن صلاح. حسام حسن الحقيقه محتاج زي ما اقتنع بالعلم والدراسه، محتاج يضغط على اتحاد الكوره عشان يجيب له فريق سكاوتنج، فريق يطلع بره الدوري المصري، او يطلب منهم عمل منصب مدير تقني في الجهاز الفني زي اللي عمله الجوهري مع الاردن عشان يعمل قوام ثابت لمنتخب الاردن، او نبدا نعمل رحله بحث متعمقه عن مزدوج الجنسيه، او بلاش نبص على لعيبه مصريه بتلعب في دوريات متوسطه بره نجربهم ونعمل لهم معسكرات، ندور على المواليد المختفيه اللي هي اجيال من 2001 ل 2004، لان منتخبات الشباب للاسف قايمه على الاختيارات اللي كلها ظلم. اكيد محمود جابر المدير الفني لمنتخب الشباب سنه 2023 ظلم ناس كتير، المفروض العميد يعمل رحله بحث شامله يبدا يدور على الناس اللي اتظلمت دي، وبلاش نتعامل مع مواليد 2005 انهم لسه صغيرين وناشئين، لان 2005 ده عنده 20 سنه حاليا، لان شفت ناس لما الاهلي خسر في كاس الرابطه قالوا يا عم طبيعي دول لسه صغيرين. يا جماعه ده مش سن ناس صغيره خالص. كمان موقع ترانسفير ماركت مسجل فيه بالتقريب كده، وده مش رقم مؤكد، حوالي من 750 ل 800 لاعب مصري، لان عدد اللعيبه المتسجله وبتلعب في الدوري المصري هو 693. فتخيل بقى المحترفين كام؟ اكيد في 5-6 منهم ينفعوا للقوام الاساسي، عشان كده لازم نعمل فريق مخصص لده عشان يفلي ويفلتر ويختار، وحسام حسن يمسك منتخب مصر الثاني بدل حلمي طولان، ويعمل للعيبه دي تناغم ويجرب ويختار منهم ويدخل بيهم ماتشات وديه عشان يلتحموا، بس كل ده للاسف ما حصلش. فجمله اصل دي القماشه دي شماعه اخترعها مدرب فاشل انت اخترته بالحب وكنتالوب زي شوقي غريب، وفضل الاعلام والمدربين اللي بعده يقولوها زي البغبغانات. انت مفتقد المدرب اللي ينزل يدعك بايده ويدور ويجيبها من تحت لفوق. ده في دول تعداد سكانها 600,000 نسمه بتعرف تطلع 11 لاعب عشان يلعبوا كره هجوميه، عشان كده دخلنا البطوله وخدنا الصدمه المتوقعه، نفس الاسماء اللي بقالها سنين بتتجامل على حساب منتخب مصر. البطولة بدأت وأول ماتش لينا كان ضد زيمبابوي، وأول ما الهدف دخل فينا الناس قالت بس يا ريت نلم الشنط ونمشي، وابتدأ الجدل المعتاد مين غلطان في الهدف، الشناوي ولا حسام عبد المجيد. وبسبب أداء الشناوي مع الأهلي في الفترة اللي قبل البطولة هو اللي خد الهوجة الأكبر من الانتقادات، وطبعا طلع إفيه في جروب كنترول زد هو الشناوي مش بيمد إيده ليه؟ قال لك عشان عنده عزة نفس. بعيدا عن الهزار الحقيقة إن الشناوي اتصاب في كتفه في 23 يناير 2024. بعد الإصابة دي الأخطاء زادت والمشكلة بقت أوضح، وفعلا الشناوي تحسه خايف يمد إيده لأن مع السن العظم مش بيلم بسرعة، اي حركه غلط ممكن ترجع الاصابه مع اول التحام. وفي نفس الوقت مع تالق مصطفى شوبير خصوصا في دوري ابطال افريقيا خلى الناس تسال هو شوبير ما بيلعبش ليه. عموما ماتش زيمبابوي خلص بفوزنا 2-1 بعد ما خلقنا اكتر من فرصه هجوميه. انت بقيت بتهاجم وبتعمل هجمه ورا هجمه. الفوز على زيمبابوي مش انجاز لكن بيخليك تحط ايدك على حاجه صح، لان فيتوريا ما كانش قادر يجري المنتخبات دي لو تفتكر. وعموما دخلنا الماتش اللي بعده ضد جنوب افريقيا. مصر للاسف من بعد ضياع الجيل الذهبي بقينا بنخاف من اي منتخب، وزود الخوف ده ان لينا ذكريات وحشه مع جنوب افريقيا في 2019. ماتش الاستاذ تريزيجيه الشهير اللي حاول يعمل فيه 200 ار2 اللي كل مره يقول لك يمكن تظبط المره دي. بدا ماتش جنوب افريقيا واداره حسام حسن للماتش ده خلت رتم انتقاد الناس ليه يقل شويه. الماتش كان بدا بدايه حماسيه وهجمات كتير من منتخبنا المصري وقدرنا نترجم ده بهدف، لكن محمد هاني مع الاسف الشديد عمل خطا كارثي ولبس طرد ملوش اي لازمه. حسام حسن بعد الطرد قدر يوقف 70% من خطوره جنوب افريقيا، وال30% الثانيه وقفها محمد الشناوي. والناس احتارت بعد الماتش ده هو الشناوي فيه الخير ولا فيه الشر؟ احب اقول لك اوعى تنخدع، هو مع الاهلي كده برضه ماتش حلو و10 بعدها يعمل اخطاء ساذجه. طب انت يا كابتن بقى يعني لو مصطفى شوبير نزل هكون مبسوط؟ ده لسه صغير ومش هياخد على الاجواء زي الشناوي. اقول لك عادي، زي ما نزلت ابو جبل وعمل اداء قوي كلنا فاكرينه لحد دلوقتي. وعامل فيها مش شايف ومش عارف ايه معنى الحب، وعايش كل ايامك واوهامك في وهم وكده. كده كورتين كده كورتين. اقعد يا جبل، اقعد يا جبل، اقعد، مفيش حاجه يا ابو جبل، اقعد. تاني حاجة بجد كفاية تتعامل مع مواليد الألفية إنهم لسه ناشئين. مصطفى شوبير عنده 25 سنة، ما كنتش هتجربه دلوقتي، هتجربه إمتى؟ والله صعبان عليا، الواد ده الواسطة مش جاي معاه سكة. فللأسف حسام حسن عنده غلطة كبيرة في مشاركة الشناوي. ماتش جنوب أفريقيا خلص بفوزنا 1-0 وبصعودنا مرتاحين لدور ال16، وده ما حصلش من سنة 2019. وبعد الماتش شخصية حسام حسن الجديدة الهادية الطيبة البريئة المغمضة طلعت علينا بتصريحاته الحنينة ان احنا بنسعد جماهيرنا والشعب المصري الجميل اللي هو قاعد في كل حته، في الشارع، في قهاوي، في كافيهات، في البيوت، هم دول اللي يهموني. زي ما اسعدت الجمهور المصري والعربي كلاعب، ممكن ان شاء الله تسعده كمدرب. انت انسان محترم وبشكرك جدا يا عمرو، ربنا يخليك. شكرا حبيبي. شكرا. بدأنا نرجع نشجع المنتخب من تاني. دخل بقى في ماتش انجولا وده ماتش تحصيل حاصل، لكن مهم تكسب او تطلع بنتيجه ايجابيه عشان تصعد اول. في الماتش ده طلع علينا اللاعب الظاهره صلاح محسن. ابو محسن في 2018 راح الاهلي ب 40 مليون، وده كان مبلغ تقيل وقتها، وقصاد ال 40 مليون دول ما قدمش اي حاجه كمان مع الاهلي. لما تشوف استلامته وتمركزه وتحضيره للكوره وعدل جسمه ناحيه المرمى مع المنتخب وعقليته بره الملعب. بيتكلموا مع كابتن محمد صلاح. الاهلي رافض انك رايح ليفربول. هو كابتن محمد صلاح قال لي كده. كابتن صلاح قال لك ان ليفربول عايزك، واكيد الاهلي رافض.
ما اعرفش بقى ليفربول بقى الصغير ولا الكبير. ده مش لاعب يدفع فيه 2 مليون على بعض. وده ياخدنا لنقطه ابعد بقى، للعيبه في مصر اللي بتقدم اسوأ كواليتي بيدفع فيها المبالغ دي. وعايز اقول لكم ان هو ده اللي لغى فكره الاحتراف. اللاعب يقول لك احترف ليه بره واحتك بلعيبه اوروبا واتعب في لغه وغربه وانا هنا باخد ملايين وبعمل علاقات، وبعد الاعتزال اقل برزقي اكاديميه تحليل واللي يجيبه ربنا كويس. والعقليات دي يا جماعه كتير جدا. المهم خلص ماتش انجولا وصعدنا اول والحمد لله، عشان بعدها نخبط في الطموح بتاع منتخب بنين. قدام بنين اللعب المباشر بتاع حسام حسن بدا يتفهم شويه، وبنين عرف تعطل الهجمه، فحسام هنا شغل دماغه وبدا يعتمد على التسديد من الخارج. عشان كده بنشوف مروان عطيه بيسجل هدف زي ده. وجمله انت بتنزل خسران 1-0 بسبب الشناوي جمله حقيقيه 100%. الشناوي لو عنده رصيد او تاريخ فاستمراره في السن ده وبالمستوى ده مخلي الجمهور بدا يتضايق منه بزياده، يتضايق منه لدرجه انه يمسح له اي حاجه حلوه هو عملها. فعشان كده بركات وتريكا خرجوا من الباب الكبير في 2012 و2013. يعني الشناوي هنا في هدف بنين توجه جسمه وتمركزه كله غلط، رايح يترمي لقدام بيتوقع من قبل الكوره. حتى لو هتقول لي هي غيرت اتجاهها فالشناوي اصلا رد فعله بطيء وانتهت في الاخر بهدف لبنين، هدف ما ينفعش يدخل اصلا. المهم ماتش بنين دخل في الاشواط الاضافيه، وهنا لازم نتكلم عن المعد البدني وهو الارجنتيني تياجو. واللي حسام حسن دخل في خلافات مع اللعيبه قبل البطوله لانهم صمموا عليه وحسام حسن رفض. وده يوضح لك قد ايه حسام عنيد في اختياراته وبالعافيه بيقتنع بالراي الاخر. فعم تياجو ده عامل شغل الحقيقه محترم. بدا يظهر سلبيات جديده لحسام حسن زي تبديلاته اللي هي دايما نمطيه، زي ما بيقولوا ملوك التحليل قصب بقصب. المهم بعد هدف هو الافضل من ياسر ابراهيم، محمد صلاح سجل الهدف الثالث بعد اداء كان وحش جدا قدام بنين، وبعد ما ضيع اكتر من فرصه سهله كانت هتسهل علينا الماتش. يجي واحد يقول لي ما هو منتخب مصر كله وحش، انت عايز يعني تشيل صلاح الليله ليه؟ ولا انت عايز تركب الموجه؟ صلاح لازم استنى منه اداء لانه نجم ليفربول ومن احسن لاعبي الدوري الانجليزي، وكمان الموسم ده هو قاعد على الدكه ومرتاح جدا بدنيا. انا عايز اشوف النجم العالمي ده بيحفرك وبيرجع يدافع وبيقتل نفسه عشان المنتخب. صلاح اللي طلع قبل كده وقال لسلوت شكرا انك اعفتني من المهام الدفاعيه، تخيل بيعمل كده مع ليفربول معاك انت وانت مدلعه، هيعمل ايه؟ في حين ان انت كورتك بقت الكوره الدفاعيه بشكل اجباري. وبما ان فتحت سيره صلاح فلازم اتكلم عن شرط القياده. صلاح من ساعه ما حصلت ازمه الشاره بينه وبين احمد فتحي وانه اخدها عافيه، وصلاح مش هو صلاح بتاع فتره الكونغو وكوبر، هو محترف تقيل ومن احسن اللعيبه اللي جت في تاريخ مصر، دي حاجه ما نختلفش عليها، بس انك تكون قائد دي حاجه مختلفه. ولا هو الشخص الانسب لقياده المنتخب، وده بصراحه شديده يا جماعه، خصوصا في البطولات المجمعه اللي بتحتاج تعامل سلوكي بره الملعب اكتر من جوه الملعب. يعني صلاح لو هتقول انه اتظلم مع الاجيال التعبانه بتاعه منتخب مصر هتفق معاك، لكن قصاد ده محمد صلاح خد امتيازات كتير جدا زي حوار الشاره. هو مش ميسي كقائد مع الارجنتين، والمقارنه دي هنتكلم عنها بس في ختام الحلقه. ولازم تخلي بالك ان روح القائد هي اللي بتتنقل للعيبه، والروح من صلاح كانت ميته. عشان كده المحمدي لما دافع متحرش وهو قائد للمنتخب نقل الهبل ده لكل اللي حواليه. وهنا احنا مش بنشيل صلاح الليله خالص، بس هو يشيل جزء من الليله، زي ما حسام حسن غلط وزي ما الشناوي غلط وزي ما هي في الاساس غلطه اتحاد الكوره ككل. عشان كده قلت لكم كان لازم نسيب حجاز. المهم خلص ماتش بنين ودخلنا على ماتش كوت ديفوار، وهنا بيظهر سلبيه جديده. لعيبه منتخب مصر اتعودت على حكام الدوري المصري، حكام افريقيا مدمنين شاب وايس، لكن حكام دورينا المصري اسوأ بكتير. احنا عندنا في مصر اول ما اداري او مدير فني يضغط على الحكم تلاقي الحكم خاف وبدا يحسب انذارات وفاولات على طول، وده كان كلام ميدو. كنت بقول للحكام وانا بدرب الزمالك، كنت بقول لهم حاجات اخش فيها السجن. لما رحت مسكت وادي دجله والمقصه مره بصيت لحكم كده بس وقفت 4 ماتشات. والله العظيم، وهو نفس الحكم. قلت له يا ابني والله العظيم يا دوبك كده بس اطلع بره. هل معنى كلامي ان التحكيم في البطوله دي مظبوط؟ عمر التحكيم في افريقيا بشكل عام ما كان ولا هيكون مظبوط. المهم نخش على ماتش كوت ديفوار. ماتش كوت ديفوار دخلته وانت مش خايف، وده بسبب روح وتصريحات حسام حسن، ودي نقطه مهمه جدا. لما الخوف يطلع من دماغك اللعيبه بتفك، المهم يطلع من دماغك قولا وفعلا. فترتب على ده ان عمر مرموش بينقض على المدافع ويفتكه ويقطع منه كوره ويسجل جول. هدف زي ده بيبني ثقه للعيبه باقي الماتش. كمان مع الهدف الثاني للمنتخب الثقه زادت اكتر واكتر، وحسام حسن يحسب له الماتش ده. عايز تسدد المدافعين موجودين، عايز ترفع الباكات جاهزين، عايز تبني الارتكاز هيقطع. بس المشكله اننا كنا بنقطع ومش عارفين نبني الهجمه، وده طبيعي مع ايقاع الدوري المصري البطيء والماتشات اللي بتنتهي 1-0 و1-1. الاجنحه حضورها الذهني بطيء واي محاوله لبنايه الهجمه مش ماشيه، والوحيد اللي كان قادر يحركك وينقل الهجمه صح كان امام عاشور، وهو ده مربط الفرس. بعد ما حسام حسن قفل كل حاجه الضربه جات له من اقرب الناس ليه، فتوح والشناوي. الماتش ده لولا الاثنين دول كان خلص 3-0 مستريح. وعموما فوز مصر على كوت ديفوار ده يخليك تتاكد ان حسام حسن عنده حاجه يقولها، وان الموضوع مش ماشي مع الراجل ده بالحب، لان كوت ديفوار على الورق بره الملعب كانت اقوى منك وابطال النسخه اللي فاتت، لكن في الملعب انت اللي قدرت تكسب وتقدم اداء افضل.
وبعد ماتش كوت ديفوار وصلنا لنص النهائي. دخلنا على ماتش السنغال، وقبل الماتش كابتن حسام حسن قال احنا ما عندناش عقده من السنغال، دخلت انك لميت وانهم لميتون، لكن الكلام ده كان بره الملعب بس. حسام حسن للاسف ما عرفش ينقل ده جوه الملعب. يعني انت كوت ديفوار ما كنتش خايف منها قولا وفعلا. الفكره الاكبر بقى ان حسام كان مقفل على السنغال صح، بس السنغال مرنه، عرفت تلاقي اكتر من حل هجومي. يعني ساديو ماني لما لقى هاني مقفلها عليه، وهنا نشيد بهاني زي ما بننتقده لانه عمل بطوله كويسه، قال يروح يحفرك ويخش في القلب شويه. لما راح القلب ولقى ياسر مقفلها عليه، قال يجرب يروح ناحيه الشمال، وهي اصلا مش عدلته. كمان المدرب بتاع السنغال قدر يعمل اكتر من تحول هجومي، في حين ان حسام حسن مش عارف يبني الهجمه بتاعته من تحت. السنغال لعبت جيم قدرت تفترسك بيه من كل النواحي، ومسكوا نص الملعب وعملوا شلل لصلاح ولطريقه لعبك. صلاح لما اتقفل عليه في الجبهه واتمسك ما قالش يعمل زي ماني ويحفرك، لا فضل لازق عادي جدا في الباك بتاع السنغال ومستني الكوره توصل له، ولما الكوره كانت بتوصل له كان هو بيفقدها. كمان فكره انك تنزل تريزيجيه عشان يسرع رتم اللعب فكره مغلوطه تماما، وفي 1000 علامه استفهام عليها. تريزيجيه في الماتش ده اثبت للكل ان ما كانش ينفع اعمل عنه فيديو الاحتراف الوهمي بس، ده كان المفروض اتكلم عن مسيرته كلاعب اكتر، لانه محدود جدا وبياخد قرارات غبيه في موقف الواحد على واحد وبيصمم كل مره يكررها. في الاخر النتيجه الطبيعيه والمنطقيه حصلت، ماني سدد، السنغال سجلت، وفي الاخر حسام حسن بيتحمل نتيجه العند بتاعه. كمان نقطه اخرى، العميد ما كانش عنده الجراءه لما يلاقي محمد صلاح بيقدم مستوى سيء انه يركنه على الدكه، زي ما حسن شحاته ربنا يعافيه يا رب ويشفيه لما عمل مع عميده، وينزل يورينا لاعب كده زي عمرو زكي عنده طموح وعايز يثبت نفسه. العميد قال في تصريح مصلحه المنتخب فوق الكل وفوق اي محترف، لكن في ارض الملعب ده ما حصلش. في جيل 2008 لما منتخب مصر ما كانش قادر يجاري الكاميرون في النهائي، ظهر لاعب زي زيدان بيحفرك وبيضرب في سونج، وهو ده بالظبط اللي انت عايزه من المحترف، انه يكون سريع ويقدر يجاري بدنيا اي لاعب مهما كان اسمه. ما هو زي ما صلاح كبير في السن، ساديو ماني برضه كبير في السن. هل زيدان بقى بعد اللقطه دي يبروز نفسه ان هو راجل جامد وان هو اللي جاب لنا بطوله 2008؟ ده ما حصلش. احتفال ساديو ماني لو انت شايفه مستفز، فهو قاصد يعمل الاحتفال ده عشان يقول ان هو العقده بتاعت منتخب مصر، عشان هو عارف ان الصحافه والسوشيال ميديا هيبروزوها تاني يوم وهتبقى ترند. وحتى لو ماني ما كانش سجل هدف برضه كان هياخد اللقطه زي ما خدها في 2022 في ضربات الجزاء. واروح لحاجه مختلفه بره الكلام اللي انا بقوله ده، وهي لقطه مروان عطيه وهو بيشاور بالشكل ده للحكم. ده تصرف عبيط يوضح لك عقليه اللاعب المصري اللي عنده استحقاقيه غير مبرره تجاه الحكم. وفي نهايه قصه مصر مع بطوله افريقيا، انت سالت نفسك سؤال وقلت مش هلاقي حد يجاوبني عليه غير الكابتن بهاء، وهو سؤال: السنغال بقت بالقوه والهيمنه دي ازاي؟ طبعا الافيه اللي اتحلى طول البطوله واللي صاحبي عبد السلام بيعترف انه ندمان انه قاله، هو افيه: انزل لنا يا كابتن بهاء بالتجربه المكسيكيه، انزل لنا بالتجربه الدنماركيه، فين التجربه الجنوب افريقيه والتجربه الرايقه والعايقه؟ يا بخت اللي من حديد. المهم هقول لك ازاي السنغال وصلت للهيمنه دي ببساطه شديده، وبعدها نرجع لصلاح وحسام حسن. الراجل اللي في الصوره قدامك ده هو مادي توريه، ولو كتبت اسمه على اي منصه بحث هيجي لك جنبه جنريشن فود. مين كل دول يا كابتن بهاء؟ مادي توريه كان لاعب كره سنغالي في الثمانينات، مسيرته انتهت بدري بسبب الاصابه. بعد الاعتزال حس ان في حاجه ناقصه، حلم هو ما حققوش، فقرر انه يحقق الحلم ده في عيون اطفال السنغال. في سنه 2000 ومع فشل المنظومه الكرويه في السنغال وبطء تفكيرهم، قال انا هعمل اكاديميه بعيد عنكم، وبالتالي تاسست اكاديميه جنريشن فود. وبعد 3 سنين من التأسيس، ولما لقى ان المكنه بتطلع قماش، قال احنا كده كده ما عندناش دوري محلي قوي، فنطلع اللعيبه تحترف بره ومنها اكسب من ده فلوس. وقبل ظهور الاي اي والانترنت، الراجل شد الترحال وطلع على فرنسا وعرض مشروعه على نادي نانسي، لكن نانسي رفضت. بس الراجل ما يقش لحد ما عمل شراكه واضحه مع نادي ميدز الفرنسي، قال لهم انا عليا المنتج وانتوا عليكم الفلوس، والمنتج بتاعه طلع لعيبه زي ساديو ماني وخليدو كوليبالي واسماعيل صار وبابا صار وبابا سيسي. الانديه الفرنسيه بعد تجربه ميدز بدات تقتنع باللاعب السنغالي، وبدات اكاديميه جنريشن الناس تغير منها في السنغال وتقول طب ما نعمل زيها، دول بيكسبوا ملايين. فالموضوع فضل يتوسع اكتر، وبقى في كل مدينه في السنغال في اكاديميه على الاقل، لان في السنغال كلهم مؤمنين ان المواهب مش في العاصمه بل في الاقاليم. لو اتحاد الكره المصري يطبق نفس الوضع هنطلع ناس كتير زي امام عاشور. ومع مرور الزمن وتوسع الموضوع اكتر واكتر، جنريشن فود تحولت لنادي في السنغال، وبدا من الدرجه الرابعه، وترتب على ده ان النادي وصل درجه ثالثه وخد الكاس بتاع السنغال، وكمان وصل للكونفدراليه وكسب مصر المقاصه في 2016. كمان السنغال قدرت تعمل استقرار فني بانها تجيب اليو سيسي وتقعده فتره طويله، ده بيخلي اللعيبه تحفظ طريقه لعبه، ولو خسر مفيش مشكله، كانوا بيدعموه ويقولوا له كمل عادي، لانهم مؤمنين انهم في الاخر هيوصلوا لابعد نقطه. عايز اقول لك ان السنغال بعد ما جيلها ده يشطب هيطلع مكانه جيل تاني، لان خد البلوت تويست ده: بطوله افريقيا 2023 للشباب بتاع الكابتن محمود جابر اللي انا حكيت لك عنها في اول الحلقه، السنغال هزمتنا فيها 4-0. اديك صدمه اكبر، البطوله دي خدها منتخب السنغال على ارضك في مصر. حاليا مادي توريه مؤسس الاكاديميه حب يتوسع اكتر وقرر انه يترشح لرئاسه الاتحاد السنغالي، وقال لو كسبت الانتخابات ان شاء الله هسيب جنريشن فود، وانا راجل عندي خطه واضحه لتطوير شامل للسنغال. او ده راجل تاخد منه وعود وانت مطمن، لان ليه تجربه ناجحه على ارض الواقع. خلصنا من المشروع السنغالي، نرجع بقى لصلاح ومنتخب مصر.
يا كابتن بهاء، انت لما تلوم صلاح كده بتعيد نفس مشكله ميسي مع الارجنتين لما فضل ما يحققش بطولات والناس برضه تقول عليه متخاذل. اهو مقارنه صلاح بميسي مع الارجنتين مقارنه مغلوطه تماما، مش عشان ميسي واحد من اعظم لاعبي كره القدم، لكن هنتكلم من جوانب تانية. يعني ميسي ده بيلعب بطوله زي كوبا امريكا، الالتحامات في البطوله دي اكنك بتلعب رويال رامبل، انت ممكن تكون بتحضر هجمه في امان الله ويجي لاعب كولومبي يشيل رجلك، وده اللي حصل مع ميسي بعد ما تدخل عليه احد لاعبين كولومبيا تدخل عنيف خلى رجله تجيب دم، لكن ميسي فضل مكمل في الماتش للاخر وقدر يقود الارجنتين لنهائي الكوبا، وفي الاخر رفع البطوله. كمان في كاس العالم محدش كان مستني حاجه من ميسي لان مستواه وقتها مع باريس كان زي الزفت، لكن سبحان الله طموح ميسي في انه ياخد بطوله مع الارجنتين خلى ميسي يظهر بشكل تاني يخليك تقول هو مين ده؟ ميسي كان بيعمل اي حاجه في سبيل ان الارجنتين تكسب حتى لو ضد مبادئه. ميسي كان بيسحب حواليه لاعب واثنين وثلاثه ويفضي مساحات لزمايله، ولو في خناقه بيخش ينطح اول واحد في اللعيبه بتاعه هولندا ويستفزهم عادي. ميسي لو في غلطه حصلت في الارجنتين هو اول واحد بيتحاسب واخر واحد بيشتكي، وهي دي مسؤوليات القائد. ولما اللعيبه في الارجنتين وصل لها احساس ان روس متساويه رفعوا شعار احنا بنكسب مع ميسي، مش عشان ميسي يتمجد على حسابنا ويطلع يعايرنا ويقول لنا انا اللي جبت لكم كاس العالم. كمان نضج ميسي في تفكيره ساعد سكالوني المدرب انه يخلي المنظومه تشتغل ويبطل يعتمد على النجم الاوحد، فميسي مع كبره في السن ما بقاش مضطر يعمل كل حاجه في الملعب. في كاس العالم في قطر لو انت مشجع لميسي وبتتابعه من زمان فانت شفت شخصيه من ميسي اول مره تشوفها في حياتك، وهو ده مفهوم الغيره على بلدك. عشان كده ارجع لك بالزمن لورا واروح لكريستيانو لما شال اليورو في 2016. كريستيانو اول ما اتصاب عينه دمعت لانه عرف انه مش هيقدر يكمل ماتش النهائي، لكن رغم ده فضل يزعق على الخط ويتنطط لحد اخر ثانيه وفضل بقى يتحرك من هنا ومن هنا. ولقطه ثانيه دموع الفرح بتاعه رونالدو بعد ما اخذ الدوري الاوروبي وقال لك مفيش شعور زي شعور الفرحه مع المنتخب فوق اي بطوله انا خدتها. واحد هيجي يقول لي طب وجود صلاح في الملعب يا حبيبي مرعب وبيخوف اي منتخب. اهو دي العجرفه الكدابه. هيخوف مين بقى؟ ساديو ماني اللي لما الشعب المصري بقى بيشوفه بقى هو اللي بيخاف، ولا هيخاف من الترسانه بتاعه المغرب اللي بينطحوا البرتغال راس براس؟ طب بلاش المنتخبين دول، هيخوف المنتخبات اللي عندها اكتر من 20 محترف. طب ما المنتخبات هتقول لك بمنطقك ده احنا هنقفل على صلاح ومرموش وكده خلاص ما بقاش في منتخب مصر. ايه اللي يخوف بقى؟ في نهايه الحلقه تفتكر بقى حسام حسن هيرجع لشخصيته القديمه لما كان مدرب في الدوري المصري، ولا هيفضل محافظ على النضج اللي وصل له؟ جاوبني ضروري في الكومنتات حالا. ما تنساش ان حسام قدر ينجح وسط بيئه وحشه، بيئه ما تساعدش على اي نجاح نهائي. لما يوصل نص نهائي دي حاجه حلوه وحاجه ما تخليناش نقطع في الراجل، لانه برضه قدر يرجع الروح مره تانية، لان الروح وتكاتف المجموعه اهم شيء في اي منتخب. يعني هو رجل المرحله بكل المقاييس، لكن ما تتوقعش منه حاجه في كاس العالم لو فضل مكمل بنفس العند ولو رجع لشخصيته القديمه اللي كانت في اول الحلقه. فاجابه سؤال حلقه النهارده اللي فتح علينا الفتحه دي هو امتى هناخد التامنه؟ منتخب مصر كده كده شئت ام ابيت هو احسن منتخب افريقي على مستوى التاريخ، لكن فعلي على ارض الواقع انت ما بتلعبش بتاريخك. منتخب زي السنغال لما يكتفك في الملعب هو مش هيبص انت عندك كام افريقيا، حتى انت لما صدقت نفسك وكسبت كوت ديفوار كسبتها بشكل فني وما قلتش اصلهم هم ابطال اخر نسخه. فاهم الفكره؟ انا عارف اني هتهاجم بعد الحلقه دي بس هم دول الكلمتين الصح. دور محمد صلاح كقائد ما بقاش موجود، وانك تبروزه انه النجم الاوحد اللي اترمى عليه كل حاجه برضه هو ما بقاش يعمل ده. هو مش تقليل من صلاح، بس صلاح مش البروفايل اللي يترمي عليه اللعب، لان صلاح مش هو صلاح بتاع كوبر. احنا دلوقتي حاطينا ايدينا على الصح، يا نظبط الدنيا ونهيئ الاجواء الناجحه ونبدا ندور على لعيبه وننزل نحفرك زي ما ماني بيعمل عشان على الاقل نوصل لنقطه كويسه في كاس العالم، يا اما هنفضل بنفس كل حاجه وفي الاخر مش هنوصل لاي حاجه في كاس العالم. ولازم نقتنع ان هي دي النهايه العادله، النهايه العادله لاختيارات حسام حسن منظومه الكوره اللي ستظل عشوائيه. طول ما نفس الاتحاد بنفس الاسماء بنفس اللجنه الفنيه موجودين في اماكنهم هتفضل هي دي نهايتنا. المشكله يا جماعه لا في حسام حسن ولا في صلاح، بس هم يشيلوا الاجزاء الفنيه بتاعتهم في الملعب ده كده كده. يا ريت ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، ولو انت من محبي صلاح اعمل سبسكرايب قبل ما تشتمني، وخش على الانستجرام مسي عليا بفولو. كمان عندي تيك توك وعندي بيدج فيسبوك وعندنا جروب كنترول زد تقدر تنضم ليه في اي وقت. والسلام عليكم. ان شاء الله ما اغيبش عنكم غيبه تقيله يعني زي اللي فاتت دي.